امبارح السعودية وتونس ادوا علقة المنتخبات اللي لعبوها، والنهارده المغرب بيدي كرواتيا درس قاسي. تقريبا في آخر نص ساعة كرواتيا كلها ورا، كرواتيا كلها متراجعة. مودريتش ورفاقه كلهم مستخبيين من المغاربة، خايفين من زياش، خايفين منهم. بجد المنتخبات العربية في كأس العالم النسخة دي مرعبة، إلا قطر هي الوحيدة اللي لعبت باستهانة. نتمنى إن قطر في الماتش الجاي ليها تقدم عرض أفضل من كده بكتير. وبجد بجد بجد كأس العالم ده ناقصه الجزائر. أقسم بالله العظيم الجزائر كانت المفروض تبقى في الكاس ده. وطبعا منتخب مصر اللي اتظلم، بس أنا كان نفسي أشوف الجزائر في النسخة دي، وأشوف متعة الكورة العربية بجد مع منتخب الجزائر. ومنتخب المصري طبعا اللي اتظلم من اتحاد الكورة بتاعه، مش اتحاد الكورة الدولي. يعني انفانتينو عمل اللي هو عايزه، اتحاد الكورة بتاعنا احنا نايم في البطيخ، نايم في العسل، سابنا يضيع حقنا. بجد كان نفسي الجزائر تبقى موجودة ونشوفها قدام عينينا. وطبعا منتخب مصر لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم وبالتوفيق لكل المنتخبات العربية، وإن شاء الله التوقعات اللي عمالين يقولوها على النت واللي عمالين يقولوها المحللين إن شاء الله نشوف المنتخبات العربية في الدور ال 16 ويكسروا الدنيا إن شاء الله ويعملوا نتائج رهيبة ويحققوا كل اللي ما حققوش أي منتخب عربي. سلام عليكم.